اليومين دول ناس كتير بتسأل استثمر فلوسي في ايه؟ ذهب، عقارات، اسهم، خصوصا بعد كل الازمات اللي بتحصل حوالينا. بس خليني اقولك مفيش حاجة اسمها افضل استثمار للجميع، كل واحد وحالته وكل استثمار ليه ظروفه ووقته. دلوقتي حتى الفضة بقت محل تفكير ناس كتير. اول خطوة قبل ما تحط اي فلوس اسأل نفسك، انت عايز ايه؟ انت عايز ايه من الاستثمار ده؟ دخل ثابت ولا تحافظ على قيمة فلوسك ولا تكبر راس مالك؟ بعد كده لازم تحدد المدة اللي هتستثمر فيها فلوسك، هل 3 شهور ولا 6 شهور ولا حتى سنة أو أكتر. وأهم حاجة بقى هي السيولة، يعني هل هتحتاج فلوس بسرعة ولا تقدر تستنى شوية. ده عامل مهم جدا. وكمان لازم تعرف كويس الأصل اللي هتدخل فيه، سواء ذهب، عقارات، أسهم. وفهمك ليه هيوفر لك حماية كبيرة جدا ويخليك تختار صح. وعموما مفيش استثمار سحري يكسب كل الناس، بس اختيار ذكي وواعي هيخليك تكسب اكتر وتفهم خطواتك صح.